السلام عليكم. عملنا النهارده العيش الفينو. لزوم المدارس خلاص، كل سنه وانتم طيبين على الابواب اهي. طبعا احنا اتاخرنا شويه بس لحقنا برضو قبل المدارس ان احنا نعمله. طريقه العيش الفينو من اسهل انواع العيش اللي انت ممكن تعمليه، سهل جدا، مقاديره سهله خالص، من غير اي افتكاسات او اي لا بيض ولا زبده ولا سمنه ولا لبن ولا الكلام الفاضي ده خالص. احنا هنعمله زي ما بنشتريه من الفرن بالظبط. انا عندي هنا كيلو دقيق، عليه معلقة محسن خبز، معلقة صغيرة ملح، معلقة خميرة، 4 معالق سكر، نص مج زيت من المج الشاي بتاعنا عادي، نص المج زيت، ومعلقتين خل. طبعا انا حطيت هنا الخميرة والسكر وربع كوباية مية، قلبتهم كويس كده وهسيبهم على جنب عشان يتفاعلوا مع بعض. طبعا انا واثقه ان الخميره كويسه، بس هي تجربه ليها كده، طالما عملت معاكي فقاعات كده اعرفي ان هي شغاله كويس. طبعا انا عندي هنا كيلو دقيق، هحط عليه معلقه محسن الخبز، وهحط الملح، وهحط تلتين الزيت اللي انا معايراه، ومعلقتين الخل حلو قوي 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 في المخبوزات. وبعدين هنزل بالخميره عليهم وبالميه بقى بالتدريج كده، ايه، واحده واحده هننزل بالميه حبه حبه كده، وهنعجن لحد ما نلم العجينه بتاعتنا كويس قوي. بالمناسبة محسن الخبز لو مش موجود عندك يبقى هتحطي معلقتين خميرة، يعني بمعدل كيسين خميرة من الجاهز. لو ما عندكيش محسن، لو موجود يبقى زي ما انا عملت كده، معلقة محسن ومعلقة خميرة فورية. هننزل بالمية واحدة واحدة وهنعجن فيه. اول ما هلم العجينة بتاعتي كويس قوي في الطبق، وهلم الدقيق عندي يختفي خالص كده، هنزل بيه على الرخامة بقى واعجن براحتي فيه. شرط اساسي في العيش، لازم تعجنيه كويس قوي، لازم تخدمي العيش في العجين كويس قوي عشان يطلع معاكي العيش حلو، لقمة طرية هشة كويسة مش مكتومة. كل ده اساسي. تفضلي بقى تعجني فيه لحد ما تملكي العجينة حلوة قوي قوي، لما تلاقي العجينة كده بقت زي الملبن كده زي ما بيقولوا يعني، هتعجني فيها كويس قوي. بصي، هو الدقيق كده اختفى معايا، بس انا هفضل اعجن فيها ياما. شرط اساسي في العجين ده انك انتي تملكيه كويس قوي عشان تاخدي حتة لقمة كويسة جدا. تفضلي تعجني فيها كده كتير. وهوريكي شكل العجينة دلوقتي، وهوريها لك بعد ما نملكها كويس قوي كمان. بصوا انا فتحت العجينة ازاي، بصوا شكلها عامل ازاي، خليكوا فاكرين الشكل ده وهتشوفوها كمان شوية عاملة ازاي. انا رشيت رشة مية كده، وهشتغل برضو تاني عجين فيها تاني، هبتدي برضو اعجن فيها تاني. تعجني فيها كويس قوي، لا تملي ولا تزهقي، خدي راحتك. بصوا، والخبطات برضو اللي انا بخبطها كده دي برضو، دي بتدي برضو بتزود العرق في العجينة. طبعا العرق ده كويس قوي لان هو اللي هيخليلك العيش بتاعك حلو. بصوا شكل العجينة دلوقتي عن المرة اللي فاتت. حبة الزيت اللي انا سبتهم بقى هحطهم دلوقتي، وهرجع اعجن تاني. هتحس ان العجينة بصي كأنها بتتقطع معاكي او بتتفتح كده معاكي، عادي برضو كملي، هي هتشرب الزيت بتاعها وهترجع تاني، هتبقى اطرى كمان من الاول وانعم من الاول. هتحسيها بصي بتلزق في الرخامة، بس هي مش بتلزق ولا حاجة، اول ما هتتلم معايا خلاص هتتلم وهتبقى زي الفل. يعني بصوا هي بتتلم خالص معايا كده، خلاص كده. هلمها بقى كويس قوي كده، وهجيب طبق هدهنه زيت اللي كنا بنعجن فيه الاول. بصوا خلاص هي كده لمت. اجيب الطبق هدهنه زيت وهحط فيها العجينه، وادهن برضو وش العجينه من فوق زيت. بصوا بوريكم انها طريه من قبل حتى ما تخمر ولا ترتاح. هغطيها بكيس بلاستيك او بلاستيك راب ستريتش، اي حاجه عندك غطيها كويس تبقى محكمه يعني. وهنسيبها بقى ايه تخمر براحتها. بصوا على الحجم دلوقتي، وبصوا على الحجم لما تخمر هتبقى عامله ازاي. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. بصوا العجينه عامله ازاي، تحفه كانت، تحفه تحفه. وفي التشكيل كانت سهله جدا لانها اتعجنت حلوه قوي. هقسمها كده نصين، وهفردها اعملها رول كده،
وهبدأ بقى ان انا ايه هقطعها، وانا هوزنها علشان بس انا عايزه حجم العيش كله يبقى شكله واحد، ما يبقاش عندي واحد كبير وواحد صغير وكده. انا في الاول قطعت الرغيف على 75 جرام، بعد كده حسيته كبير شويه، رحت قللته خليته على 50 جرام. يعني حجم العيش اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده 50 جرام. قطعت الكمية بتاعتي كلها، عملت معايا 27 رغيف. الكيلو دي عمل معايا 27 رغيف. ولو انتي صغرتي الحجم العجينة بتاعتك، قللتيها عن كده مثلا عملتيه 30 جرام مثلا، هيديكي كمية ما شاء الله يعني. طبعا بنفرد الاول العجينة كده، الاول بفردها على الرخامة كده، بدهن بس دهنة الاول، دهنة زيت كده على الرخامة عشان يتفرد معايا العيش بسهولة. بس ما تكتريش الزيت عشان تعرفي تعملي القفلات اللي احنا بنعملها دي. زي ما انتوا شايفين كده انا بفردها الاول زي قرصة كده، ببططها كويس قوي، وبعد كده ببدأ من على الحروف افرد وادوس عليها، اضغط بصوابعي، يعني اتنيها واضغط اتنيها واضغط لحد ما اخلص كده، اقفلها كويس من على الحروف وتقفلي برضو الجناب كويس قوي. لازم تقفليها زي ما انتي شايفة كده، تقفليها كويس قوي من على الحروف ومن الجناب، لان لما بتيجي تخمر ممكن تفتح معاكي، فمش هتلاقيه بقى عيش فينو، هتلاقيه مفتح كده معاكي. زي ما انتي شايفة كده انا بفرد وبضغط كويس، وتديها ايه تبرميها برمة كده، وتروحي حطها في الصاج على طول بتاعك او الصواني بتاعتك. هوريكي برضو واحد تاني اهو، نفس الفكرة، تضغطي كويس قوي وانتي بتقفلي في الطبقات والحروف والجناب، وتديها برمة، وتحطي برضو على طول ايه في الصاج. انا عملت كذا واحد عشان بس الفكرة توصل، وهو سهل جدا، سهل قوي يعني. تفرديها كده وبعد كده تقفلي اهي، كل ما بلف لفة بضغط عليها بصوابعي، والجناب كويس تقفليها وترصي في الصاج. بصوا بتسيبي برضو مساحة كويسة او مسافة كويسة بين الرغيف والتاني، عشان لما بيخمر بياخد مساحة كويسة، ولما بيدخل الفرن يعني حجمه بيكبر اكتر، بيزيد اكتر. انا عملت شوية برضو، عملت كام رغيف كده كايزر زي ما انتوا شايفين كده، بنفرده كده برضو، بنفردها قرصة وبعد كده بلمها كده، بفضل المها كده حوالين بعضها، وبعد كده اقفلها واكورها كويس كده، وبعد كده بحطها في الصاج. بس على كده ده العيش الكايزر. هنا كنا خلصنا الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. طبعا هغطيها بقى كويس اوي واسيبها تخمر. ده بعد ما خمرت. اللي في الطبق ده شوية مية بسكر، لو عايزة تدهنيها بلبن براحتك، بس انا حبيت ان اعمله زي ما بنشتريه من الافران بالظبط، من غير اي تكلفة. شوية مية ومعلقة سكر، وبتدوبيهم كويس قوي، وبالفرشة كده وتدهني. بس وانتي بتدهني ادهني بالراحة عشان ما تفشيش الخمران بتاع العيش بتاعك. هعمل حبة بالسمسم كده وحبة البركة، وهسيب حبة برضو ايه كده سادة. هندخلها على الفرن، على تكون سخنة، فرن سخنة، يعني مثلا وصلت درجة الحرارة بتاعتها ل200، ويطلع معانا زي ما انتوا شايفين. بصي بقى الحاجة دي لازم تعمليها في العيش عشان يطلع معاكي طري. اولا هو بيطلع معاكي ناشف، فانتي لما بتغطيه بالقماشة وتحطي كيسة في نص القماشة وتكملي تاني، بيبقى طري معاكي زي ما انتي شايفة كده، هيطرى معاكي، يبقى زي الخس كده. بصي من جوه متفرغ ازاي وحلو ازاي. بصوا العيش الكايزر برضو طالع طري ازاي. جربيه هتوفري كتير، وبألف هنا عليكم.